تحياتي للجميع عشاق ومحبي طائر الحسون ومتابعي الصفحة. هذا الفيديو هذا بغيت نوريه لكم. ارتكبت واحد الخطأ في هاد العملية هذه ديال التزاوج. فاش بغيت ندير هاد العملية ديال التزاوج، يعني هذه راه انثى ديال الحسون، انا كنت حاطها بوحدها، كنت عازل عليها الذكر، وانا يلا غادي نطلق عليها الذكر اللي كان عنده مشكل في الجناح، كان ساقط لي الجناح ديالو. في التزاوج الاول حطت لي البيض فارغ، وبغيت نعاود نجمعها معاه دابا لان الجناح ديالو تقريبا اكتمل والذكر كيبان ليا جاهز. وبغيت الانثى باش تدور العش ديالها خاصني ضروري نطلق عليها الذكر، ولكن ارتكبت واحد الخطا. كتشوفوا العش فين كاين الفوق يعني قربته، هو بغى يلقحها هنا ولكن ما لقاش كيفاش يدير، لان بركت ليه ولكن بغى يلقحها ولكن ما لقاش كيفاش يدير، حيت الفوق هذاك العش قربته الفوق. وهنا تاني كان غادي يلقحها ولكن ما صدقاتش العمليه ديال التلقيح. هنا راه خدات لي الوضعيه ديال التلقيح كما كتشاهدوا، ولكن ما صدقاتش العمليه. المهم انا غير بغيت نوضح هذه القضيه هذه، لان كاين بعض الاناث، اغلب الاناث كتاخذ وضعيه التلقيح فوق العش ديالها. يعني العش ما فيها باس نهبطوه واحد شويه. انا كنشاركوا معكم الاغلاط السلبيات والايجابيات باش تستافدوا منها. وانا راه هبطت لهم هذاك العش شويه لتحت، وحيدت هذيك اللعيبه اللي دايره من الفوق، حيدتها كاع باش مره اخرى الا بركت ليه ما يوقعش نفس المشكل. ونخليكم مع التتمه ديال الفيديو، الاجابه على بعض الاسئله ديال الاخوان راني حطيتهم في هذا الفيديو هذا، فتابعوا معنا للاخير باش تستافدوا. كيوصلوني شي اسئله هاد الايام هادي، كاينين شي وحدين كيقول لك ودي بغيت كيفاش نجهز طائر الحسون، عندي زوج حسون واريد تجهيز زوج الحسون. هو عاد حتى وصل وقت التزاوج عاد بغى يزهج، بغى يوجد طائر الحسون للتزاوج، وهذا غير ممكن، لان ما يمكنش غادي انت عندك عصا سحريه غادي تجهز بها طائر الحسون بين ليله وضحاها. كاين شروط وكاين مراحل خاصها تحترم في تجهيز طائر الحسون. طائر الحسون كيبغي التجهيز ديالو منين كيخرج من غيار الريش. مراحل هما كيخرج من غيار الريش بسلام وبصحه جيده بدون مرض. ديك الساعه كتبدا معاه عمليه التزهيج، وكتعطيه البذور والنباتات البريه والنباتات الشوكيه والدوش والتشميس والكالسيوم وما الى غير ذلك من البذور التي تساعد في تجهيز هذا الطائر. يعني منين كيوصل هذا الوقت هذا ديال شهر من بداية مارس، ابريل، ماي، يونيو، يوليوز، هاد الشهور كلها كيكون فيها طائر الحسون جاهز للتزاوج. واهم حاجة هي انك كتكون عازل الذكر ديال الحسون بوحدو والانثى كتكون عازلها بوحدها. ومنين كيدخل مثلا شهر واحد او شهر جوج كدير بيناتهم التعارف واحد المده، وكتعاود تاني تعزل هذاك الذكر وتخليه بوحدو. قد ما بقى بوحدو قد ما كيزيد في الهيجان وفي التغريد. واهم حاجه هي انك توفر ليه شي مكان اللي يكون امن، مكان امن كيستقر فيه، كيتسمى الاستقرار والامان. منين كيستقر يعني ديك الساعه راه كتخدم به، مكيكونش خايف من هذيك البلاصه، كيكون عارفها موكر فيها، يعني كوكر تاعو عارف هذيك دارو، هو ما كيخافش. واستغليت هذه الفرصه الاخوان وبغيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم في هذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا امامكم في الصوره. هذا الفيديو كاين زوج ديال الحسون، الانثى تبارك الله جاهزه، الذكر كذلك جاهز. وكنت ارتكبت واحد الخطا في الاول ديال الفيديو، ان العش قربته بزاف الفوق. يعني منين طلقت الذكر على الانثى كان بغى يخصبها، يعني بغى يلقحها، ولكن ما لقاش كيفاش يدير حيت كان مزير مع الفوق، وبالتالي ضاعت هذه الفرصه. هذا من جهه اخرى شحال من واحد كتلقى عنده الطيور ديالو واجدين للتزاوج، ولكن
كيتسنى الانثى ديال الحسون تجمع ليه العش، والانثى ديال الحسون غالب الاناث ديال الحسون ما كيجمعوش العش الا اذا كان معها الذكر، لان الذكر هو اللي كما كتلاحظوا راه مشى للعش، هو اللي كيمشي للعش وكيبقى يصدر واحد الصوت ساتساتا، عباره عن ساتساتا كينادي فيه الانثى باش تجمع معاه العش في هذاك المكان. وكيمشي كيبقى يهز في البدايه، كيرسم ليها المعالم، كيهز المواد ديال التعشيش وكيدخلهم للعش وكيوريها هذاك العش هو فين غادي تكمل هي البناء ديالو. وبالتالي كيبقى المربي عازل ذكر الحسون على الانثى، والانثى جاهزه ولكن ما كتجمعش العش لان خاصها الذكر. اغلب الاناث ديال الحسون ما كيجمعوش العش الا بتواجد الذكر، فكما كتلاحظوا هو كيدخل العش وكيعيط عليها، يعني كيصدر واحد الاصوات ونداءات ديال التزاوج. هاد الملاحظه اللي بغيت ننبه الاخوان ليها وبغيت نشير ليها، بانه ضروره يكون عندك ذكر ديال الحسون جاهز. راه ماشي بالضروره غير تشوف الذكر ولا كيغرد واحد شويه وكذا كتقول راه الذكر عندي جاهز. راه كاين علامات اخرى من غير بياض المنقار ويكون الريش لامع، الجناحين مكتملين، يكون الجهاز التناسلي ديالو، هذا هو ابرز واهم شي حاجه وهي العلامه الكبرى ديال جهوزيه الحسون، هو كيكون الجهاز التناسلي ديالو بارز والتيب ديالو عامر، يعني واجد للتزاوج، يعني غيلقح البيض ان شاء الله يكون عامر لان التيب ديالو عامر. فكاين اللي كيكون عنده الذكر بداو كيبانوا فيه بعض العلامات ديال الجهوزيه ولكن ما مكتملش الجهوزيه، كيطلقوا مع الانثى ويقدر يلقحها ولكن غيخرج البيض خاوي لان التيب ديالو مازال ولا الجهاز التناسلي ديالو لا يزال فارغ، مازال ما عمرش مزيان. ففي هذه الحاله هذه بالضبط الحسون ديالك راه جاي في الجهوزيه، خاصك تعاود تعزلو وتزيدوا واحد الاسبوع او اسبوعين ديال الدعم، تعطيه اللوز والجوز وبذور الشيا والخروب باش يعمر ليه التيب ديالو وتكون عمليه التلقيح فعاله 100%. فما كتلاحظوا انتم الذكر كيهز مواد التعشيش وكيديهم من العش وكيقول نتوما هنا فين غادي نديروا العش ديالنا. فإلا بغيتي دير مثلا واحد القضيه بحال هكا تخليهم يوم من بعد اطلاق الذكر على الانثى، تخليهم يوم واحد، يعني كيرسم ليها المعالم وكيوريها العش فين غادي تجمع وكذا، وتقوم بوضع حاجز بين الذكر والانثى حتى تكمل الانثى بناء العش، لان هي مباشره ملي كتطلق عليها الذكر كيدوزوا هذاك النهار، يعني راه كيتفاهموا وكتبدا تبني هي في العش. ان فوا تكمل بناء العش يمكن لك تطلق عليها الذكر بكل اريحيه. يا الاخوان باش بلا ما نطول عليكم، كنظن ان المغزى من هذا الفيديو واضح، اللي مازال عنده الطويرات مازال ما وجدوش ليه يحاول يعتني بهم بالشمس والدوش، ويحاول يعتني به بالذكر، يعطيه الخروب مطحون مع اللوز والجوز وشويه ديال الشيا، يبقى يقدمهم ليه تقريبا يوميا في هذا الاسبوع ولا اسبوعين باش كيزيد يعمر ليه التيوب ديالو وتكون العمليه ناجحه ديال التخصيب ديال البيض. والانثى راه توفر لها الكالسيوم والشمس والدوش. ان فوا تبدا تدور العش ما تبقاش تخرجها تشمس، يعني خليها في هذاك المكان ديالها وما ما ديرونجيهاش باش تجمع ليك العش، لان ما كتبغيش بنادم يبقى يدوز ويمشي ويجي عليها، يعني خصها تكون في شي مكان امن، بالخصوص اذا كانت انثى غير مروضه. وتحياتي لجميع المتابعين، واعتذر على الاطاله، فقط لك توضيح بعض الامور، داكشي علاش كنطولوا، وشكرا للجميع.